بسم الله الرحمن الرحيم. الصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم صل وسلم وبارك عليه. ازيكم عاملين ايه؟ انا المرة دي يعني ايه موضحة صوتي، يعني عشان حاسة ايه ان الصوت بيبقى واطي. عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وبصحة وبسعادة دايما ان شاء الله. معلش احنا بنتأخر الايام دي بقى على ايه ان انا انزل فيديوهات، طبعا انتوا عارفين رمضان وزحمة رمضان وكده. فما كنتش بصراحة بقدر يعني ايه اقدم فيديوهات في رمضان، كان الوقت ضيق جدا وما كنتش بنزل بصراحة. فاول ما خلاص احنا خلصنا رمضان الحمد لله هنبدأ بقى نرجع ايه لفيديوهاتنا ان شاء الله. يا جماعة انا جبت شوية حاجات النهاردة كده ايه، حبيت ايه اعرضها لكم يا رب. يا رب الحاجات اللي انا بعرضها لكم كده تكون يعني ايه، بيبقى فيها يعني ايه ان انتوا يعني بتعجبكم او يعني ايه بفيدكم باي حاجة. اول حاجة انا جبت ايه اللي هو الهون ده هون. ده سيراميك. انا والله ما مش عارفة، جبته كده وحسيته ان هو بعد ما جبته مش عارفة، حسيت ان هو مش حلو فما اعرفش. هو قال لي ده هو نوع سيراميك يعني، مش جرانيت سيراميك. زي ما بوريهولكم كده يا جماعة، انا جبت ده ب125 جنيه، 125 جنيه. تاني حاجة جبت اللي هي الايه اللي هو الفوط دي، فوطة مايكرو فايبر. هي مش عارفة، انا حاسة ان هي خامتها قليلة شوية. في متهيألي في خامة اعلى كده، فانا لقيت دي كده برضو قدامي جبتها. ولو لقيت برضو الخامة الاعلى ان شاء الله هبقى اجيب لها واحدة تاني. دي كانت ب45 جنيه، كانت ب45 جنيه. جبت برضو يا جماعة اللي هي الايه اطقم التلاجة دي، هبدأ بقى اجيب طبعا ان شاء الله اطقم التلاجة دي. كنت عايزة اجيب اللي هو الطقم اللي هو المجموعة اللي هو ال20 قطعة ده، اللي هو الكيتشن ده، ما لقيتش عنده. فقال لي انا هجيب يوم التلات ومش يعني يوم التلات الجاي ان شاء الله. فقلت له خلاص ماشي، لقيت ده عنده اللي هي لمسة، ماركة لمسة حلوة يعني، خامة نضيفة برضو. انا مش قادرة افتحها لكم طبعا، عايزة اوري لكم يعني ان هي ايه، بتدخل الميكروويف، وطبعا B5 وكده. فمش عارفة لانهم كلهم محطوطين في يعني زي ما انتوا شايفينهم كده متبسطرين، وبعدين التلاتة مقاس واحد، يعني التلاتة مقاس واحد، هي الواحدة لتر و800 يعني حلوة اوي. فالتلاتة مقاس واحد، فمعرفتش ايه بصراحة ايه افكها لكم. جبت برضو يا جماعة اللي هو الايه طقم الخشاف ده طقم خشاف اللي هو 7 قطع، اللي هو 6 بولات وبولة كبيرة، ومكتوب عليه بوهيمي، بس هو الماركت اللي هي ايه سيتي ستار، سيتي جلاس قصدي. هو 7 ايه زي ما بقولكم كده، 7 قطع، اللي هي القطعة الكبيرة اللي هي البولة الكبيرة اللي هي ايه بتاعة الخشاف، واللي هي الستة معاها. شكلها برضو حلو. انا الحقيقة يعني جايبهولها للمطبخ، مش جايبهولها ده نيش، يعني انا لسه ما بدأتش في حاجة النيش خالص، ده انا جايباه مطبخ. زي ما انا بوريكم كده هو ايه. عايزه اطلعه لكم بس مش عارفه. انتوا عارفين برضو والله ما زالت ايدي مع اني باخد علاج، برضو مش عارفه العلاج مش عامل معايا حاجه، التهاب في الاعصاب وكده، فايه مش عارفه اوريه لكم. فانا عايزه ايه اطلعه لكم كده واوريه لكم. عجبني برضو، لقيت شكله حلو، في منه برضو على فكره يعني نفس كده، بس يعني ايه مش بتبقى فيه اللي هي الارجل دي، بيبقى برضو بولات كده ومعاها ايه بولة كبيرة. وفي برضو منه يا جماعة اللي هي الست بولات بس وبالطبق. هجيبه برضو ان شاء الله، يعني انا ده عجبني قوي. ولقيت شكله حلو قوي كده، فقلت اجيبه ده زي ما بقول لكم انا اعمله ايه للمطبخ. انا بوريكم ايه شكله. وايه ماركة سيتي جلاس برضو ماركة حلوة. ده يا جماعة انا جبته ب350 جنيه. والله يا جماعة كان يعني الاسعار برضو الايام دي زي ما بقول لكم، لو كل ما بروح اجيب حاجة بفاجئ بالاسعار بتزيد. يعني ده كان محطوط ب250 وب270، لقيته ب350 جنيه. قال لي ده بوهيمي وكده، فالمهم عجبني شكله، انا بصراحة يعني عجبني شكله فجبته. جبته يعني ايه، قلت للمطبخ ده مش هيبقى للنيش، يبقى للنيش اللي هو الحاجة اللي هي تبقى كده، هتبقى يعني هتبقى معدية ان شاء الله، يعني هتبقى زي ما انتوا شايفين الاسعار. برضه انا عماله اجيبه كده واوديه كده عشان عايزه اوريه لكم، بس ايه اوريكم يعني البوله، اوريكم الشكل كده يبقى واضح، بس ايه مش عارفه المكان ما اخدش. دايما بوريكم كده يا جماعه، هو ده ايه شكله. دي يا جماعة كانت طبعا ايه كل الحاجات اللي انا جبتها النهاردة. يا رب الحاجات اللي انا بحاول اقدمها لكم او واحدة واحدة معايا تكون عجباكم ان شاء الله.
آه معلش، كل ما اجي اسجل فيديو لازم بتاع ربابيك هيعدي والله، يعني تقولي هو مظبوط معايا على على الواحده بالظبط، فانا بفصل معلش. زي ما بوريك الحاجات اللي انا جبتها. في برضو في كومنتات كتيرة بتسألني نجهز من امتى. كل فيديو بقول لكم يا جماعة ابدأوا جهزوا بدري بدري. كل اللي معاها بنوتة او بنت او اتنين او اي تبدأ تجهز على قد ما تقدر. والله يا جماعة انا بسأل السؤال ده كتير قوي، فانا بقول لكم ابدأوا جهزوا ان شاء الله، حتى يكون اولادكم صغننين، مش لازما من امتى او لازما تكون عدت عليه صغننة. ابدأوا جهزوا طول ما معاكم بنات، جهزوا ليهم. في حاجات والله يا جماعة أساسية ما بتتغيرش، فأنا بقول لكم نصيحتي، الحاجات اللي ما بيعديش عليها أي زمن ابدأوا بيها، هي دي النصيحة. يعني ابدأوا بالحاجات اللي ما بتعديش عليها أي زمن أو أي يعني أي موضة أو أي، في حاجات ترندات أيوة بتطلع، بس برضو في حاجات بتبقى ثابتة. يعني حاجات كتيرة أوي أنت هتبقى تعرفوها وأنت بتجهزوا. كانت حاجاتي يا جماعة النهاردة اللي أنا قدمتها لكم فضلا وليس أمرا. اعملوا لي لايكات كتير قوي قوي يا جماعة. هنبدأ بقى نرجع إن شاء الله لفيديوهاتنا بإذن الله. يا رب تكون الفيديوهات اللي أنا بقدمها تعجبكم إن شاء الله، ويكون يعني حتى ولا بفيدكم بأي حاجة بسيطة. لايك وشير واشتراك في القناة يا جماعة، لايكات كتيرة والنبي يا جماعة، على قد ما تقدروا يعني فضلا وليس أمرا. يلا هتوحشوني إن شاء الله. الفيديو الجاي بإذن الله هنكون إن شاء الله بإذن الله مع بعض كده، وهنبدأ بقى إن شاء الله نعمل كل حاجة بإذن الله جديدة. سلام، مع ألف سلامة يا جماعة.